كنت جاي اتكلم عليه النهارده، ولازم تسعى على قد ما تقدر، بس تسعى بنية الخير او بالنية الصالحة انك تصلح بالحياة اللي انت هتعلمها دي او الحياة اللي انت هتجيبها دي، تصلح بيها الغير وتصلح بيها نفسك. فلازم تحط النقطة دي في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن الفلوج، يعتبر فلوج يوم الجمعة الثانية من تحدي 90 يوم. النهارده هنتكلم عن الجرد الثاني للأسبوع الثاني في التحدي اللي احنا عاملينه، ونفس النظام هتكلم عن الحاجات اللي انا بكتبها هنا. والتطبيق ده بسم الله ما شاء الله تطبيق خرافي في عملية كتابة التدوين اليومي، وتعمل ملخصات لكتب وحاجات. ولو عايز تعمل زي نظام تحفظ الفيديوهات اللي انت بتسمعها على طول الاسبوع، اللي بتسمعها من على اليوتيوب او اي كورسات انت بتتعلمها، بتعمل لها زي نظام تخزين على التطبيق ده. ويا ريت لو انت حابين تشوفوا التطبيق ده يا ريت تكتبوا في الكومنتات، وانا بطلع في فيديو اكلمكم عنه بطريقه شامله، وهي زي نظام هرتب حياتكم بيوم كامل، وهيظبط حاجات كتير في اليوم بتاعكم. وانا ان شاء الله حابب اتكلم فيه لان فيه تفاصيل كتير فيه. فاحنا دلوقتي هنعمل جرد على الاسبوع، وهعرفكم النقط اللي انا وجحت فيها. والاسبوع ده ما كانش لذيذ لان اول اسبوع كان بيبقى حماس، بعد كده تاني اسبوع بقى بتحس ان انت بتنزل، لا انت لازم بعد كده تفوق. بس اللي حصل معايا ده بسبب حاجات كنت في الكليه، حاجات حصلت معايا الطوارئ في الكليه والشغل ده، فهو ده اللي خلاني الكيرف بتاع الانتاجيه في الاسبوع ده يقل. ولكن كان في حاجات كويسه جدا اتعرفت عليها. وفي اخر الفيديو كلمه كويسه هقولها لكم هتحاول تديكوا رتم في الحياه، انك تسعى على قد ما تقدر. ولكن الجمله دي هتكون مفيده، وانا نزلتها في فيديو على التيك توك كنت بتكلم عليه بطريقه بسيطه، فحابب اكلمكم عليها تاني. فلازم تتابع الفيديو ده للاخر عشان تستفاد بافضل طريقه ممكنه في الفيديو ده. واحنا اتكلمنا الفلوج اللي فات بتاع الجمعه اللي فات اتكلمنا عن الجرد بتاع الاسبوع كله، ولكن الفلوج ده هنتكلم عن الجرد بتاع الاسبوع ده. وانت عارف اول يوم بيبقى يوم السبت ده، انت بتبقى داخل بحماس وتكون داخل بطريقه جامده، فبتلاقي نفسك بتنتج على قد ما تقدر، بتنتج حاجات كتير، وممكن تعدي الحاجات اللي انت كاتبها في التدوين اليوم ممكن تعديها. ولكن انا برضو في حاجات كتير عملتها في اليوم ده. انا عامه بوريكم الحاجات اللي انا اتعلمتها طول الاسبوع. هنا لو بصيت هتلاقي هنا السبت الحد وكده، والتنظيم كلته. انا بتاع الشيت ده انا جامد قوي، بيلخص عليها عن حاجات كتير. فانا كنت كاتب ان انا هكتب سكريبتات لليوتيوب، القناتين، قناه اكسلاوي وقناه قوه التغيير اللي انتوا ممكن تكونوا عرفتوها، القناتين بتوعي. وكنت جاي الاول حاجه اصحى الساعه 3 الصبح، اللي هو 3 قبل الفجر كده بساعه ونص او حاجه زي كده. فقلت اصحى بدري عشان احاول ارتب يومي. وكنت سامع فيديو لاحمد ابو زيد، لو عرفت احطه لكم، ان كان عامل فلوجات برضو بيتحدى نفسه انه يصحى بدري عشان يحس بانتاجيه اكتر طول اليوم. ويعتبر الساعتين من قبل الساعه، يعني من الساعه 3 لغايه الساعه 12 الظهر، دول يعتبر فوق العظمه طول اليوم اصلا. انت لو ذاكرتهم وصحيت بدري في الوقت ده هتحس بيوم بيرفكت، يوم جامد. من الساعه 3 الساعه 12 ده انت لو ذاكرتهم وركزت فيهم ولعبت فيهم رياضه ونظمت يومك كلته في الوقت ده، خلاص انت ما تذاكرش بقيه اليوم. فاول حاجه عملتها صحيت بدري الساعه 3 اليوم ده، صحيت بدري الحمد لله. لا صحيت الساعه 4، انا كنت حاطط الساعه 3 بس صحيت الساعه 4. تاني حاجه الكتابه، يعني لا اللي قبل الكتابه كنت صحيت الساعه 4، وبعد كده صليت قيام ليل قبل الفجر. حاولت اصلي قيام ليل لان في الوقت ده بيبقى الدنيا هاديه، فانت بتحاول تصلي قيام ليل. وفي الوقت ده ربنا بينزل للسماء الدنيا وبيقول هل من منادي هل من داعي فاستجيب له وكده، يعني معنى الحديث، لكن انا مش حافظ الحديث كامل. وبعد كده قعدت بقى اكتب. لازما تدي كل يوم وقت لنفسك تكتب فيه عن حياتك، عن مذاكرتك، عن الحاجات دي، وانا جاي لكم قبل كده على الحادية. فالكتابه حاجه مهمه جدا. بعد كده ذاكرت محاسبه تبع الكليه، شغل محاسبه اداريه تبع كورس انا كنت بذاكره تبع شغل التجاره تبعنا. بعد كده لقيت نفسي بقى خلاص الفجر يخش علينا، قمت اتوضيت عشان اروح اصلي في الفجر في الجامع. وصليت الفجر بجماعه الحمد لله. واليوم ده كان يعني يوم مثمر، جاب لي صلاه الفجر بحاجه بسيطه. وبعد كده قرات الاذكار. وبعد كده رجعت خدت فطار، فطرت فطار بسيط، ما حاولتش ادوس على نفسي في الفطار عشان لو كلت في الوقت ده انت هتنام. ليه؟ لان انت صاحي بقالك ساعتين وهتيجي تاكل والجو هادي، هتنام وتسرح في النوم. بعد كده قرات قران
لان انا بحاول على قد ما اقدر ادوس على نفسي عشان الكتاب، وانا حفظي ضعيف فيه. فقلت لا انا اقرا بعد صلاه الفجر والفطار على طول، اقرا اللوح اللي انا هسمعه كده. فقلت اقرا قران. بعد كده انا عامل تحدي لنفسي عن مذاكره الانجليزي، وانا عاوز اتكلم في النقطه دي شويه كتار. اللي هو انت هتمسك دلوقتي الانجليزي لازم تكرس له وقت في يومك، كل يوم تذاكر الانجليزي. ولكن انا كنت بتكلم عليه، وواحد نصحني في الكومنتات ان اخش على كورس 5000 كلمه تبع 5000 جمله تبع ابراهيم عادل، الكورس اللي لسه منزله جديد، وعشان ابدا معاه وكده. ولكن انا لقيت فيه طريقه افضل، اللي هو انا دخلت على شات جي بي تي وقلت له انا عاوز ابدا معاك في الانجليزي خطوه بخطوه، وعاوزك تديني كل يوم 5 كلمات. ولقيت ان دي لقيتها افضل ليا، لان كل يوم هاخد 5 كلمات. ولكن ما قلتلوش 5 كلمات فقط، وقلت له ال5 كلمات دول هتحطهم لي في جمل عشان اتعود عليهم، ويكون الجمل دي او الكلمات دي عن طريق المعاملات اليوميه او المعاملات الشخصيه كل يوم. فبقى بيجيب لي طول الاسبوع كل يوم 5 كلمات ويحطهم له في جمل. وبعد كده بطلب منه قصه، تكون قصه بالنسبه لمستواي انا، كل واحد على قد مستواه. وبعد كده قلت له هات لي بودكاست عشان واحد يتكلم واحاول اسمعه وافهم طريقه النطق الصحيح. يبقى انا كده اتعلمت القرايه وسمعت وقريت وخدت كلمات وعملت مخزون للكلمات اللي عندي. وفي برنامج اللي هو بتحط الكلمه في الوش هنا، والظهر بتحط فيه ايه، دي تطبيق على التليفون، بتحط الكلمه في الوش ومعناها في الظهر، وبتحط عليها امثله. ده اللي انا عملته، بشوف الكلمه وافتكر معناها، وبعد كده احطها في كذا جمله قبل ما اقلب الظهر بتاعها. وباجي في اخر اليوم الاقي نفسي الكلمه اللي انا عملتها بدي تقييم لنفسي والشغل ده. فده بالنسبه للانجليزي، ونقطه مهمه جدا لازم تركز فيها. تاني حاجه، كان عندي امتحانات، وده اللي كان مزنج عليا طول اسبوع الامتحانات. كان الامتحانات اونلاين، ودي حاجه كانت رخمه بالنسبه لي. كانت بتوفر لي وقت، ولكن حصل حاجات في السيستم بتاع الكليه اللي انا فيها، كان السيستم كل شويه يرجع وبتاع، فما عرفتش اسجل ولا فيديو الاسبوع اللي فات الا غير الفيديو اللي انتوا شفتوه بتاع الجيم ده. فحاولت اصور الفيديو ده في نص ساعه عشان انجز فيه برضه، عشان ما اقطعش عنكم الاسبوع ده خالص. والفيديو ده برضه انا في قرايه فتحه كاتب كتاب صاحبي، واحد صاحبي، واعتبر الفرح برضه بتاعه، فحاسس اني مضغوط. فقلت لا اصور دلوقتي عشان برضه ما ضيعش وقت وما نزلكوش حاجه نستفاد انا وانت منها. ولو كده يا ريتك تشجعني في الكومنتات عشان ما يحصلش اي ظرف من الظروف اللي تخليني اقعد وما ما اعرفش اكمل. وتاني حاجه اللي هو كان عندي ضعف شويه في النظر، بالنسبه لان انا بقعد قدام التليفون كتير واللاب عشان الشغل وكده. فقلت لا لازم اكشف عن النظر عشان مش كل شويه نظري يضعف، لان بقعد في المدرج كتير. انا حاسس ان الريتم بتاع الكلام سريع شويه وكده، ولكن عاوز اهدي شويه. دايما بحس ان الريتم بتاع الريتم دايما بحس ان نظر وانا قاعد في المدرج وكده ما ببقاش شايف الدكتور هو بيكتب ايه، والدكتور بيبقى شافه بطريقه لا مغبشه كده، ما ببقاش شايفه بطريقه واضحه. وانا عارف ان الدكتور ده كذا، ولكن ما ببقاش شايفه كويس. فقلت لا انا مش هفضل قاعد كده، لا لازم انا افصل نظاره عشان نظري يظبط معايا، وما افضلش كل شويه نظري يبقى ضعيف وما انتبهش المحاضره كويس. فقلت اروح اكشف، ورحت كشفت الحمد لله، عملت نظاره، خدت المقاس بتاع النظاره ولسه بتتعمل. فان شاء الله اما اجيبها احاول اوريها لكم. دي بالنسبه اللي عملته طول اليوم. وصورت الفلوج بتاع الجيم اللي انا نزلته ده يوم السبت، ومنتجته يوم الاحد، ورفعت يوم الاثنين زي ما انتم ما شفتم. وتاني يوم اللي هو يوم الاحد انا صحيت متاخر شويه، صحيت على الساعه 5:05 اللي هو بعد صلاه الفجر. وده اليوم ده انا بقول لك كنت ساعتها طول الليل بصور الفيديو بتاع الجيم وكده، فاتاخرت في النوم ومنتجت فيه حاجات بسيطه، فعشان كده نمت متاخر، صحيت متاخر. ويا ريت لو انت ناوي تصحى كل يوم بدري، يا ريت تنام ما تعديش الساعه 10، لان النوم متاخر ده اللي هيعطلك عن الاسبوع. انا حاسس ان الفلوج كده اتاخر قوي. والخطوات دي انا كنت ماشي ستيب باي ستيب، كل يوم نفس الخطوات اللي عملتها يوم السبت، فده نفس الحاجات اللي انا بعملها. ولكن انا كنت اي فلوج بسمعه او اي حاجه بسمعها على اليوتيوب بحس انها تفيدني، بروح حاططها في السيستم اللي انا جاي لك عليه ده. السيستم ده بيحفظ لك كل حاجه. يعني انت لو شاف الفيديو ده
محطوط في نفس السيستم، بحط اللينك في ريحة والصورة عشان اجي اخر السنة اعرف انا سمعت كام فيديو على اليوتيوب وفادوني في ايه، والنقط المهمة اللي استفدت منها والكورسات اللي استفدت منها. وبكده احنا عملنا جرد الاسبوع، وقلت لك على كذا خطوة انك تتعلم ازاي الانجليزي وازاي تنظم يومك وازاي تنام وتصحى بدري، واتكلمت على كذا حاجة مهمة. والحمد لله الجيم كنت مركز عليه طول الاسبوع ده ما عدا يوم الخميس، لان يوم الخميس ده بيبقى عليا ضغط في الشغل بتاعي، فما عرفتش العب خالص جيم، وببقى صايم فيه كده يعني. فكده بالنسبة للتنظيم وكده، فده خلصت كده لحد. فاحنا دلوقتي هنيجي لنقطة مهمة جدا، وهو الكلمة او الخاطرة اللي جت في بالي طول الاسبوع اللي انا كنت حابب اقول لكم عليها. والخاطرة اللي انا كنت حابب اقول عليها اللي هو احنا دايما بنسعى للدنيا. يعني انت دايما بتسعى وتذاكر وتجتهد وتعمل، وعاوز تعمل فيلا وغيره، وتجيب عربية لامبورجيني وعربية فيراري وبتاع، وده كل طموح الشباب. انا اقولكم انا نفسي يبقى عندي فيلا، نفسي يبقى عندي كذا، نفسي. ولكن انا جت في بالي الخاطره دي، طب وبعد كده احنا بنعمل وعمال ننحر في نفسنا عشان الدنيا اللي هي فانيه ملهاش اي لازمه. ولكن انت كل الاعمال دي لو حولت نيتك فيها هتكون انت ربنا هيديك ثواب على الحياه دي. يعني انا دلوقتي عمال اذاكر وادوس على نفسي في المذاكره عشان امتحن، عشان اخش كليه كويسه، عشان اخش شغل كويس وشركه. ولكن نيتك لو انت بتذاكر وبتتعب على نفسك وعشان تساعد الناس وعشان توفر لابوك وامك او ولادك او شبابك او اي حد من الحاجات دي فلوس انك تساعدهم، والشغل ده دي هتبقى نيه مثابه بطريقه، يعني بطريقه فظيعه. انت متخيل 16 17 سنه وانا سمعت فيديو لشيخ كان بيتكلم على حاجه زي دي، انت بتضيع 16 او 17 سنه في التعليم من غير اي حاجه، ويضيع عليك هباء منثورا. انت ممكن تكون بتجيب درجات كويسه وبتجيب مجموع كويس، ولكن في الاول وفي الاخر انت ممكن ما تكونش بتثاب عليهم. فانت عشان تثاب عليهم لازم تكون في نيه من اللي انت بتتعلمه. انا بتعلم التعليم ده ليه؟ انا بتعلم كورس مش عشان بتعلم كورس عشان ابقى معروف ومشهور والليله دي كلها، ولكن عشان يبقى بعد كده الفلوس ده اعرف اتزوج، اعرف اوكل اهلي يعني بطريقه احسن من اللي هم بياكلوا بيها دي. يعني كل شويه الاقي نفسي في تحسن في النيه، وده اللي انا نفسي اوصله لدرجه كويسه من النيه. ولكن لسه لازم ناخد ستيب باي ستيب، انا وانت زي بعض ونشبه بعض، فلازم ناخده كل حاجة خطوة خطوة. مش عاوزين نوصل لمرحلة ان نبقى لا انا لازم ابقى كويس، لا انت لازم نمشي انا وانت واحدة واحدة، هنمشي خطوة خطوة مع بعض. فده الخطيرة اللي جت في بالي النهاردة وكنت حابب اكلمكم عنها. الحمد لله كنت جاي اتكلم عليه النهاردة. ولازم تسعى على قد ما تقدر، بس تسعى بنية الخير او بالنية الصالحة، انك تصلح بالحياة اللي انت هتعلمها دي او الحياة اللي انت هتجيبها دي، تصلح بيها الغير وتصلح بيها نفسك. فلازم تحط النقطة دي في حياتك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان التفاعل مع القناة واجع خالص. انت متخيل بقالي كام فيديو 40 او اكتر من كده بنزل، بقالي اكتر من 6 شهور بنزل فيديوهات والقناة عليها 70 سبسكرايب بس. فيا ريت على قد ما تقدر تفاعل مع القناة، تعمل سبسكرايب، تفعل الجرس او تكتب تعليق عشان القناه تنتشر اكتر وتعرف اكتر. ده كلته والله يعني مش عاوز اقول لك مش عشان شهره ولا اي حاجه، ولكن الحوار كلته انا عاوز افيد الناس والناس تفيدني. انا عاوز برضه استفاد، انا مش عامل الحوار كلته عشان انا ما استفادش برضه. انا على فكره انا اقل منك بكتير، انا عاوز استفاد، عاوز ان واحد غيري يشوف معلومه، يشوف الفيديو انا بتكلم فيه بيقول انا بقول معلومه هو استفاد بيها، وهو لو عنده معلومه يقولها له وكلنا نستفاد. مش انا لوحدي اللي استفاد ولا انت تستفاد انت لوحدك، عاوز الكل يستفاد ونتفاعل مع بعض. والنية من الحوار ده ان انا بقعد نص ساعة ساعة ادردش معاكم، نتفاعلوا مع بعض، اننا كلنا نستفاد مع بعض. الحوار مش ان اتشهر ولا الشغل ده، الكلام ده كلته احنا في الاول وفي الاخر ما لهوش لازمة. وبعد ما اتشهر وبعدين يعني هستفاد ايه؟ بس هو الحوار في الاول وفي الاخر ان كلنا نستفاد بس مش اكتر. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد مننا. سلام.